أنشيلوتي يستدعي رودريغيز لجولة أمريكا. أكد الصحفي رودرا أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قرر استدعاء ألفارو رودريغيز لاعب الكاستيا إلى جولة الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الصحفي أنه تم إبلاغ رودريغيز بأنه سيكون ضمن القائمة المستدعاة للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الموسم التحضيري مع الفريق الأول. نيكو باز يرافق الفريق الأول للريال في بعثة الولايات المتحدة. أكدت شبكة ريليفو الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي قرر استدعاء نيكو باز للسفر مع الفريق الأول إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الموسم التحضيري. أنشيلوتي سيكمل صفوف الفريق الأول بلاعبي الكاستيا نظرا للغيابات الكبيرة بسبب مشاركة اللاعبين الدولين في بطولة أوروبا. فينيسيوس يهنئ فالفيردي بعيد ميلاده بطريقته الخاصة. يحتفل فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد اليوم الاثنين 22 يوليو ببلوغه 26 عاما. وحرص فينيسيوس جونيور على تهنئة زميله عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام قائلا: يوم ميلاد سعيد لقائد المستقبلي. رد فالفيردي على منشور فينيسيوس. حرص فينيسيوس جونيور على تهنئة فيديريكو فالفيردي بعيد ميلاده 26 عن طريق نشر منشور عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام يجمع معه وكتب عليه قائدنا المستقبلي. ليرد فالفيردي عليه بلون دور في إشارة إلى تتويجه بالكرة الذهبية هذا العام، لون يلمح لرغبته بالبقاء في الريال. رغم جميع التقارير التي تشير باقتراب رحيل الحارس أندريها لونين عن ريال مدريد في الصيف الجار، لا يزال الأوكراني يلمح لإمكانية بقائه في الملكي، حيث نشر لونين صورة لابنه عبر حسابه الرسمي على انستغرام وهو يرتدي قميص الريال الجديد، وبعدها نشر صورة جديدة أثناء لعبه بحافلة مصغرة للريال في إشارة إلى أن اللاعب لم يغلق باب الاستمرار حتى الآن. أول تعليق من فليكا على مواجهات الريال في الكلاسيكو. علق مدرب برشلونة الجديد هانز فليكا عن مواجهات الغريم ريال مدريد قائلا: لدينا فريق رائع ونحن مقتنعون بذلك نسبة 100%. وأضاف: سنلعب أمام الريال مباراتين فقط، وأمامنا المزيد من المباريات، وعلينا التركيز على ذلك في كل خطوة وكل مباراة. الخطوة التالية: إذا جاءت مباراة ريال مدريد سنكون مستعدين جيدا وبعدها سنرى ما سيحدث. ريال مدريد أمام مجزرة كروية. يدخل نادي ريال مدريد مجزرة كروية في الموسم المقبل، حيث سيكون النادي الوحيد في أوروبا الذي سيلعب في 7 بطولات رسمية خلال موسم واحد. صحيفة ماركا تقول أن الملكي يضع هذا الأمر في اعتباره خلال الموسم التحضيري والتأهيل، حيث أن نظام دوري أبطال أوروبا الجديد يشمل 8 مباريات في المجموعات، وكأس العالم للأندية 3 مباريات على الأقل حتى 7 مباريات على الأكثر. وسيلعب ريال مدريد في هذه البطولات ال7: كأس السوبر الأوروبي، الدوري الإسباني، كأس الملك، كأس السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية وكأس القارات. ماذا قال أرنولد عن بيلينغهام؟ تحدث ألكسندر أرنولد عن بيلينغهام حيث عدد مزايا نجم الريال، مؤكدا على أنه لاعب مثالي لأي فريق يرتدي قميصه. قال أرنولد: جودي بيلينغهام يعرف كيف يفوز، ويعلم ما يلزم لتحقيق الفوز، ويتمتع بالعقلية الاحترافية المثالية، وبالطبع يمكنه لعب كرة قدم مذهلة أيضا، وذلك هو سر نجاحه. وأضاف: بالطبع أنا ممتن لوجود بيلينغهام في منتخب إنجلترا، إنه لاعب سيساعدنا على الفوز بالبطولات. الريال يبدأ أولى خطوات تقديم إندريك. ريال مدريد أولى خطواته تقديم لاعبه الجديد إندريك، وذلك ببيع تذاكر الحفل التي ستكون متاحة بدء من اليوم الثلاثاء. إندريك من أهم الصفقات الهجومية التي أبرمها الريال في السنوات الأخيرة، حيث يمثل مستقبل الفريق، وذلك في ظل المستوى المميز والقدرة البدنية التي يتمتع بها اللاعب، لتجعله أحد الأوراق الذهبية على دك أنشيلوتي. لهذا السبب يستحق فينيسيوس الفوز بالكرة الذهبية.
قدم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد أداءً مثالياً في الموسم الماضي مع الفريق الأبيض، وساهم بشكل مباشر في الألقاب التي توج بها الريال. كما أنه كان بارعاً في دوري الأبطال وخاصة في أدوار خروج المغلوب، حيث استطاع أن يسجل 4 أهداف ويقدم تمريرتين حاسمتين ويسجل هدفاً في النهائي ليقود الفريق نحو اللقب. كل هذا يجعله مرشحاً وبقوة للتتويج بالكرة الذهبية وأنه بالفعل استحقها. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد من إخبار ريال مدريد.